بقى يشيل كل الليله اللي احنا عملناها؟ لا شيل خلاص. لا خلصنا. هو ايه اللي خلصنا؟ قوم شيل معايا. لا مش هشيل. هو فين نساعد بعض ونهون على بعض انت اخترتي ده؟ بقول لك ايه الخناقه دي ولا ايه؟ اهلا بيكم في اول حلقات بودكاست هو وهي. وده بودكاست هيتكلم عن المواقف اللي بتحصل ما بين الراجل والست، والمواقف دي احنا هنضحك عليها بدل ما نزعل منها. موضوعنا النهارده بقى عن اكتر حاجه بتتغير في الدنيا، الحب قبل وبعد الجواز. اول حاجه تعالي بقى نفتكر ايام الخطوبه. المكالمه اللي كانت بتبتدي وتنتهي بايه؟ لا اقفل انت الاول. لا اقفل انت. لا اقفل انت الاول. لا مش هقفل. اقفل انت. انا مش عارفه انام. كنا برضو بنتكلم كل شويه على مدار اليوم كده، اللي هو لو اختفيت ساعتين ثلاثه كده تبقى نهايه العالم. ساعتين ثلاثه ده كتير قوي. ولو ما صحيتش من النوم قلت لي جود مورنينج يا حبيبي نهايه العالم انت برضه. مش مهم. انا عارف انت بتتقبلي نقطه وبتنتهي بخناقه، صح؟ يبقى انت مش مهتم بيا. ده في حاله ان انا قعدت 15 دقايق ما كلمتكيش. ده الكلام ده ايام الخطوبه. نيجي بقى لمكالمه بعد الجواز. عارفاها؟ طبعا عارفاها، حافظاها. الو تعيش وانت جاي. الو ما تنساش البامبرز وانت جاي وتعالى بسرعه عشان كل مره يتلخبط بالمقاس. والمقاس دي المكالمه، دي خلاصه المكالمه بعد الجواز. حياه صعبه. نسيت بقى لما كنت بتقولي قبل الجواز شوفي يا حبيبتي بقى نفسك في ايه في الدنيا وانا اجيبهولك. بعد الجواز بقى هي فين فردة الشراب اللي ضايعه؟ هي شرباتي ما بتتجمعش ليه مع بعض؟ هو ده ملخص اليوم. طيب ما هو الشراب ده حاجه اساسيه في اليوم فين برضه. الكلام؟ فين الرومانسيه؟ انا بدور على شرابي. اكس. انا ما لقيتش شرابي. هيبقى خناقه. طب لو لقيت شرابي هيبقى خناقه برضه. والله على حاجه تانية بقى. فاكره بقى في المكالمه بتاعت قبل الجواز؟ الو ايوه يا حبيبتي انا ما اقدرش انام وانت زعلانه مني. فاكره. النهارده بقى بعد الجواز بقى يلا ننام بسرعه، زعلانين مش زعلانين مش مشكله، مش فارقه، يلا عشان بكره في الساعه 7 الصبح هنصحى عشان المدرسه. على طول يلا نتصل بسرعه بقى. بسرعه مفيش وقت نزعل. عايزه الرومانسيه فين؟ خلاص كده قفلنا الرومانسيه، قفلنا الباب. فاكره لما انت كنت بتيجي تلعب معايا شويه كنت بقول لك ايه؟ ده انا اسيب الدنيا كلها عشانك. حصل. بعد الجواز بقى انا الدنيا اللي بيسيبها عشان اي حاجه. توشك في قوي بيصحوا في اي حاجه غيري، يعني اي حاجه في الدنيا مش غيري. ابتديك انت دنيتي؟ ما انا بقيت الدنيا فعلا اللي بتتساب. خلاصه بقى ان الحب مش بيقل بعد الجواز، بس شكله بيتغير. هو بيكبر بطريقه اكبر بكتير واحسن بكتير، مش بالكلام، بالمواقف اللي احنا بنعدي بيها وبنمر بيها. المهم ان احنا نعدي لبعض ونستحمل بعض ونسامح بعض وما نغلطش في بعض، اوكي؟ ونحب بعض ونبقى رومانسيين شويه ونقول تسلم ايدك ونقول تسلم ايدك على الاكل اللي بيتعمل. دخلنا في خناقه كده. ونقول تسلم. خلاص. ونيجي بقى لسؤال الحلقه. ايه اكتر حاجه اتغيرت فيكم قبل وبعد الجواز؟ سيبوا لنا في الكومنتس. استنوا البودكاست الجاي. باي باي.